ومن حلب إلى دمشق، حيث أفادت مراسلة الميادين عن وقوع اشتباكات بين الجيش السوري ومسلحي المعارضة في بساتين درية ومنطقة معظمية الشام ونهر عيشة، وأشارت إلى أن المواجهات المترافقة مع قصف مدفعي هدأت خلال الليل وأدت أمس إلى سقوط العديد من القتلى والجرحى، كما قتل 3 أردنيين في مواجهات مع الجيش السوري خلال اليومين الماضيين بحسب محامي الجماعات الإسلامية في الأردن موسى العبدلات. ميدانيا أيضا أفاد مصدر عسكري عراقي بأن طائرة حربية سورية اخترقت الأجواء العراقية وحلقت على علو منخفض لمدة 3 دقائق فوق مدينة القائم. ومن دمشق تنضم إلينا مراسلة الميادين ديما نصيف. ديما، ماذا عن آخر التطورات الميدانية في دمشق، وهل ما زالت الاشتباكات مستمرة في بساتين درية ومعظمية الشام؟ نعم أحمد، يعني بحسب شهود عيان يبدو أنه قبل قليل تمكنت وحدات الجيش من دخول منطقة دارية بعد أن كانت هذه المنطقة محاصرة من منطقة البساتين وأيضا تتعرض لقصف مدفعي على مدى يومين. لا نعرف إلى أي مستوى تمكنت هذه الوحدات من التقدم داخل منطقة دارية، ولكن كما قلت بحسب شهود عيان بأن دبابات الجيش تقدمت باتجاه دارية البلدة، يعني وليس فقط كما كان سابقا في محيطها وأيضا في البساتين الواصلة بينها وبين منطقة كفر سوسة التي أيضا كانت تشهد اشتباكات قبل يومين، واليوم نسبيا هدأت هذه الاشتباكات في منطقة كفر سوسة، ولكن يبدو أن الأوضاع بدأت تأخذ تأزم أكبر بدخول طبعا باقتحام بلدة دارية، ولا نعرف إلى أي حد سيكون هناك مواجهات أو اشتباكات بين الطرفين أو حتى حجم الأضرار، وإن كان هناك نزوح لمدنيين أو ما شابه، يعني في كل كما يحدث عادة في كل العمليات العسكرية التي ينفذها الجيش باتجاه مناطق تتمركز فيها أو يتمركز فيها مقاتلو المعارضة المسلحة. أيضا أحمد هناك انتشار بحسب أيضا ما شوهد انتشار للدبابات على الطرقات الواصلة بين منطقة دارية وكفر سوسة وأيضا معظمية الشام، وهي مناطق تقع على اتصال جغرافي يربط بينها طريقين دوليين باتجاهين مختلفين، واحد باتجاه الحدود نعم. اللبنانية تقريبا وآخر باتجاه الحدود الأردنية. على طول هذين الطريقين الدوليين شوهدت دبابات للجيش السوري. طبعا هناك أيضا انتشار كثيف نعم. للحواجز العسكرية والأمنية في هذه الطرقات، وأيضا لا يزال يمنع الدخول أو الخروج إلى هذه المناطق بسبب الاشتباكات التي أيضا ممتدة باتجاه منطقة نهر عيشة وكذلك منطقة معظمية الشام نعم. وبعض أطراف منطقة صحنايا. شكرا أيضا ما نعم أود ديما. القول. نعم، تفضلي نعم باختصار أحمد، لو فقط سمحت. أود الإشارة نعم نعم، بأن تفضل. هناك أيضا داخل مدينة دمشق هناك تشديد أمني كبير، وهناك حراسة مكثفة جدا وحواجز يعني ذات حماية أمنية على كل المراكز الأمنية الموجودة داخل المدينة وأيضا المنشآت نعم. والقطاعات العسكرية في شكل يعني استثنائي لهذا اليوم. شكرا جزيلا لك ديما نصيف، مراسلة الميادين في دمشق.